الاخوة المتجوزين الجنسنج الاحمر ده الجنسنج الاحمر الكوري. طيب هنا بقى جينا في القسم بتاع الشاي والقهوه والحاجات دي، وعايز اوريكم حاجه انا بعتبرها من اعظم الحاجات اللي انا شفتها هنا. ده البطرمان ده يا جدعان، زي ما انتم شايفين هو بطرمان ليمون وجينجر. جينجر اسمه ايه بالعربي؟ انا نسيت الكلمه دي. زنجبيل، ليمون وزنجبيل. ده من احلى الحاجات اللي ممكن تشربها في حياتك. ده عامل $10. كل البطرمان ده انا عندي بقاله فتره طويله. بتاخد منه معلقه على ميه سخنه بتغلي، واشرب يا معلم، وانزل في عز البرد هتلاقي فيه بخار طالع من دماغك. فظيع، طعمه حلو جدا. تشربه بقى بارد، تشربه سخن، تشربه مطرح ما انت عايز تشربه، بس ده عظيم. الاخوه المتجوزين الجنسنج الاحمر ده الجنسنج الاحمر الكوري. حلو ده، نجيب منه. تمام، ده $22 او $23. طيب، وهنا الشاي الاخضر الصيني عامل 13. ده برضو عظيم جدا. الباكت ده كله عامل $13. لو انت من محبين الشاي الصيني، لو عايز تاكل حاجه او تشرب حاجه هيلثي يعني، انا انصحك بده. ده عامل $12. كل العبوات، 3 عبوات دول، تشرب شاي لما تدهري. المجموعه دي فيها كل حاجه بقى، كل حاجه عايز تشربها موجوده هنا. دي بقول $20. البان بقى البودره 13. بس انا بالنسبه لي الشاي الاخضر الجنسنج دول مهمين. يعني الجنسنج لازم مثلا تاخد لك منه واحده كل يوم الصبح تشربها. ممكن تحطها على ميه، ممكن تحطها على عصير. هي مش لازم تكون متجوز. لو انت مثلا بتلعب رياضه وعايز اعصابك تبقى قويه او مشدود يعني شديده، انا انصحك بالجنسنج. لما كنا صغيرين زمان وبنلعب فنون قتاليه كان الجنسنج ده اساسي، بس كنا بنجيبه من العطار. الخبز هنا للاسف مفيش خبز عربي، في حاجات شبهه، بس في التورتيلا او التورتيا. ده خبز مكسيكي وعامل زي الشامي شويه. العيش الشامي اللي هو السوري، مش العيش الشامي اللي عندنا في مصر بيقولوا عليه شامي. دي كلها عامله $4.70. دي مثلا كويسه تقعد معاك 3-4 ايام، ودي اعتقد تقعد معاك لو جبت مثلا 2، لو انت اسره كبيره هيبقى كويسه يعني. دي ب$4.29. حبايبنا بقى محبين القهوه والناس العميقه اللي بتحتسي القهوه لا مؤاخذه ما بتشربهاش، شايف ده كله يا باشا؟ عيش بقى. ده كله عامل $23. ده هيخليك تحتسي قهوه تقعد مثلا شهر ما بتنامش. عمق. داليا بتحب جيفارا ونادر بيحب ماركس. طيب، ده طبعا كل دي انواع القهاوي اللي موجوده. والناحيه الثانيه هنا لا، دول مقاطعه فري بالستاين. برضو اهو، برضو المقاطعه فري بالستاين يا واد الكلب. طيب فري بالستاين. انا مش عارف ده مقاطعه ولا لا، بس ده مثلا عامل 18 او $19. ده برضو $12، اعتقد هيبقى اقل شويه. ده ايه ده؟ دي مش خمره، دي فانيليا. دي عامله $6.
ده بطرمان كريز عامل 18 دولار. كل ده كريز احمر شفايف. كريز. الشوكولاتات بقى السايله ده عامل 17 ونص، ده عامل 16 ونص. ايه يا جدعان ده؟ ده عامل 11 ونص. بس يعني انت متخيل برضه دي المطاعم، يعني دي ما اعتقدش ان في اسره ممكن يكون يقدروا يخلوا ده في البيت عندهم، يعني يبقى كبير قوي عليهم. يعني انا ممكن اقول لك بطرمان ده اجيبه مثلا عامل 17. الشاي ده مثلا ولا ايه ده؟ مثلا دي قهوة عربي 100%. ايه ده يا راجل؟ بس كتير قوي يعني. دي هاخدها اعمل بيها ايه؟ دي قهوة عربي بس تبقى انت عارف انت نفسك فيه بس مش هينفع. عامله 38 هنا. ده اللي انا كنت بعتبره كحك العيد لما العيد عدى عليا هنا وانا لوحدي. ده عامل 9 دولار، عامل زي الكحك بتاعنا يعني. ده زي الباتيه. كل ده عندك مثلا اطفال، الاكل بتاع الصبح، الفطار بتاع الصبح، توينكلز والهوهوز. العلبه دي كلها 9 دولار. طيب انا عشان كنت عايش في الصين فتره طويله فالصويا صوص جزء مهم من حياتي. فبتتكلم ان الجيركن ده كله بتتكلم مثلا في 2 لتر ده او يمكن اكتر. ده عامل 12. هنا بقى صوصات كلها. ده طحينه. كل ده مساحه الجردل ده ممكن تقول قد حجم الجردل بتاع الدهان في البيت. يعني انت ممكن تدهن حيطانك بالسمسم بالطحينه. ده عامل 83 دولار. فالحمد لله ان احنا في طحينه، لان انا زهقت من اكل الحمص مع احترامنا لاخواتنا الشوام، بس انا تعبت من اكل الحمص. المستردة بقى والمايونيز والحاجات دي كلها. في ده مثلا الباربيكيو صوص. دي حاجات دريسنج يعني. بتحطوها مثلا على السلطات، بتحطوها على الفراخ، بتحطوها على مش عارف ايه. ممكن في ناس بتاكلها بالدوريتوس كده. بس متخيل مثلا ان ده كله على بعضه دي كلها عامله 14 دولار. اسمه ايه ده؟ الخرشوف. يا لهوي على الخرشوف، انا بعشق حاجه اسمها خرشوف. فالاتنين دول مثلا عاملين 11 دولار. وانا شايف ان الخرشوف مهضوم حقه بصراحه قوي، خصوصا في السلطه المصريه. الخرشوف ده حاجه عظيمه جدا. انا فاكر جدتي كانت بتاكله وهنا في مطعم مغربي هروحه بيعمل الخرشوف. حاجات بقى بتاعت البواسير. حاجات يعني هتضيعنا دي. انا مش عايز افتي بس انا مش عارف ايه ده. هوريكم حاجه بقى. الامريكان عندهم حاجه غريبه قوي، ان هم بيحبوا المخلل بس الخيار. فهم بص ده مثلا مخلل خيار، بطرمان مخلل خيار بس 7 دولار. بعدين بينقوا خيار. بص الخيار عامله ازاي يعني. ايه ليه بتخللوا الخيار كده؟ ده عامل 6 دولار بس بطرمان كبير جدا ومخلل خيار. تعالى نطلعه كده. يا لهوي كل ده بالنسبه لي
من ضمن الحاجات اللي انا مش فاهمها في امريكا، ليه مخلل الخيار؟ انا عن نفسي بحب مخلل الجزر بس، والليمون طبعا، بس مخلل الخيار دي ما مش، وخصوصا ده حجم كبير قوي. طيب الصوصات بقى والطماطم، في الهاينز اهي. انت مثلا متخيله يا ست الكل ان الهاينز دي كلها ب $9.5، قولي $10، فدي مثلا تقعد معاكي كتير جدا يعني. حاجات بقى الحراقه ده ايه؟ ده ايه يا باشا؟ ايه يا ابني كل ده كتير قوي. جيركن، هي عايزه اسره، عايزه بيت عيله كبير فيه اسره، فمثلا هتروحي شاريه دي كلها ريد هات، وده كمان سبايسي، ده عامل $15، عظيم جدا. بارميجان تشيز، الجبنه البارميجان دي كلها عامله $23 بس. بص جيركن يعني كبير جدا. طيب دلوقتي بقى دخلنا في البينز اهي. هنا برضو بيحبوا البينز دي وانا ما بحبهاش بصراحه. المكسرات، وما ادراك ما المكسرات. دخلنا في منطقه المكسرات. فاللوز يا باشا، شايف كل دي ب$20. كل ده لوز، انا اصلا واقف ريحه اللوز داخله كلها في مناخيري. دي ب$12. وده كيس صغير شويه، ده عامل $12. ده انا مش عارف ايه ده، ايه ده؟ ده زي عين جمل بس اتقطع صغير، 28. برضه عين الجمل هنا. دي عامله 12. انا كده اتلخبطت، هو ده عين جمل امال التاني كان ايه؟ ده ب 14. هما الاتنين عين جمل؟ انا ما اعرفش، هو انا عارفه ان ده عين جمل. ده ايه؟ شكله عين جمل برضه بس ممكن يكون جمل تاني، مش عارف. السيرب ده اللي بيتحط على اسمه ايه؟ البانكيك الصبح. كل ده السيرب ده بيتحط على البانكيك الصبح. عامل $20 برضو. ده عسل، بس العسل هنا عسل حقيقي. ده 2.5 كيلو، ده عامل $13. يعني 2 كيلو ونص عسل عاملين $13. فاحنا نجيب العسل ده ونروح نجيب قشطه من هناك ومربى ونعمل سكالانس. نقف نعمل عربيه سكالانس في وسط سان فرانسيسكو. والله نكسب دهب. عربيه كبده وسجق وسكالانس. ضغط نوتيلا، الراعي الرسمي للكرش في مصر، والدهون الثلاثيه. طيب انا كده خلصت الشوبينج بتاعي النهارده، ومشيت حاجات بحوالي $470 لحمه وحاجات زي كده. دول هيقعدوا عندي اعتقد 3 شهور اللحمه اعتقد، وشويه حاجات بقى بهارات وحاجات زي كده والزيوت في البيت هتقعد عندي برضه بتاع شهر، فتمام يعني. هيكونوا قافلين بكره عشان بكره يوم العمل او عيد العمال هنا. دلوقتي احنا مستنيين العربيه اللي هتوصلنا، وهبقى اكون في البيت بعد حوالي
نص ساعه، تلت ساعه، نص ساعه. الحلو في البيوت هنا او في المنطقه هنا ان في كتير فيها قوي عرب، في مسجد كبير جدا، وفي زي ما انتم شايفين بيوت مبنيه على التل اللي هناك ده. انا متخيل الجو هناك هيكون عامل ازاي اصلا. اعتقد العربيه اللي انا مستنيها العربيه السوداء اللي هناك دي، اما نشوف. بس الجو لسه جميل جدا. اتعرفت على واحد مصري جوه، شاب بيدرس هنا اسمه اياد. اكيد هيتقابل تاني انا وهو، اللي احنا بنصلي في نفس المسجد. شاب من الشباب الجميل اللي انا قابلتهم في حياتي يعني. اليوم خلص، الشوبينج خلاص خلص. اشترينا حاجات كتير قوي، لكن ده هيكفينا حوالي لحمه 3 شهور، او كمان الحاجات اللي هتفضل موجوده التانيه هتقعد معانا مثلا شهر حاجه زي كده. فاعتقد ده مبلغ كويس، حوالي 470 دولار. ده اعتقد انه مبلغ كويس لكام شهر، او كمان الحاجات اللي احنا اشتريناها اللي هتنفعنا شهريا يعني. طب عايز اتكلم شويه عن كوسكو كمحل. هو مش محل، هو مستودع زي جمله زي ما انتم شفتوا، وكمان هو فيه حوالي على طبقا لاخر تقرير هم حوالي 915 920 فرع او مستودع. اغلبهم هنا موجودين في الولايات المتحده، حوالي 600 وحاجه موجودين في امريكا، وفي شويه موجودين في كندا، في المكسيك، في الاكوادور، مش اكوادور، اسف، بورتوريكو. وسمعت ان في واحد موجود في الصين. والايرادات السنويه بتاعت مكان زي كوسكو يعمل له بتاع حوالي يعني 200 حاجه و50 الف، 200 حاجه و50 مليار كل سنه. ده مبلغ عظيم جدا يعني. ف بيزنس محترم جدا. عدد اصلا الاعضاء اللي موجودين حوالي 137 مليون عضو. فانت متخيل المساحه قد ايه يعني. مستودع كان اول مستودع اصلا اتبنى كانت او اتعمل كانت سنه 1986 87 حاجه زي كده. وبعدين ابتدت الدنيا تفتح، كان في سياتل اعتقد، هي الولايه اللي فوقيه على طول. وكان يعني الفكره كانت لسه جديده ان احنا نجيب بقى نعمل مستودع كامل حاجات الجمله وحاجات زي كده. فمن مستودع بسيط ل 920 فرع على مستوى العالم، و250 مليار كل سنه دخل سنوي، وكمان 137 مليون عضو. فده مبلغ كبير جدا. اللي اسسوه اللي انا فاكر ان هم كانوا 2، وكانوا 2 اصدقاء، واحد اسمه بورتمان اعتقد، والتاني مش فاكر اسمه. هم اللي جم مع بعض وعملوا الفكره بتاعت كوسكو. اعتقد ان فكره زي كوسكو دي ممكن تكون فكره كويسه قوي في بلد زي مصر يعني، بعد تعداد كبير زي كده، ان يبقى فيه مستودع لبيع الجمله لكل حاجه، خضار، فاكهه، ملابس، كل الحاجات دي. اعتقد دي هتكون فكره كويسه قوي. هو المكان لو انتوا اصلا دخلتوه هتحسوا ان هو وير هاوس او مخزن كبير قوي، زي المخازن اللي موجوده في المينا، حاجه كده ضخمه جدا، مساحه مهوله قوي. فانا شايف ان احنا ممكن نعمل حاجه زي كده، انت تاخد مساحه كبيره جدا في مكان وتخليه بس للشكل ده بالطريقه دي. وده اعتقد ان هو هيبقى شغل كويس قوي. في كام بني ادم بيشتغلوا، حوالي 330 ألف موظف شغالين في كوسكو. 330 ألف موظف، ده رقم مهول قوي. فانت على 900 فرع، ده عظيم جدا. فانا شايف ان انت تقدر تعمل حاجه زي كده في مصر، وتكون موجوده في كل المحافظات، ونبعد شويه عن حته المركزيه دي ان يبقى كل حاجه موجوده في القاهره. لا، انت تفتح مستودع زي ده في الاقاليم، في الصعيد، في كل حاجه، في موبيليا يعني. انت يبقى مكان كامل كل التجار يعرضوا المنتجات بتاعتهم هناك، ويبقى ده مكان التسوق الكامل للناس كلها. وممكن اصحاب الفكره دي ياخدوا نسبه من او عموله.